كلنا طبعا فاكرين الجملة الخالدة اللي كانت فيلم بتاع عماد حمدي ومديحة يسري: إلى المدعو أحمد إبراهيم لا تأخذ هذا الدواء فيه سم قاتل. احنا هنقتبس الجملة دي كده ونعدل فيها شوية وهنقول هذا الفيتامين فيه سم قاتل لو شروط معينة. يعني فيتامين دي 3 يا جماعة، فيتامين دي 3 ده مهم جدا جدا جدا، واتكلمت عنه في فيديوهات كتيرة أو فوائده يعني. بس لازم نعرف حاجة في غاية الأهمية: أي حاجة بنعملها زيادة بتجيب نتيجة عكسية. في ناس بتاخد فيتامين د بتاخده من غير تحليل وبتفضل تزود وتزود وتزود في الجرعة بتاعتها لحد ما يحصل لها تسمم من فيتامين دي 3. هنتكلم دلوقتي ان اعراض زيادة فيتامين دي 3 يا جماعة مش بتحصل من الشمس مثلا ولا حاجة لو اتعرضنا عليها، ولا من الاكل، لا بتحصل من المكملات، ادوية يعني اللي احنا بناخدها. في بعض الناس بتبدأ بجرعات عالية من غير متابعة، من غير تحاليل منها لنفسها كده، سواء كانت بتاخدها اقراص او بتاخدها حقن. طيب ايه المشكلة يعني لما ياخدوا كده؟ ما هو فيتامين دي 3 ده بيزود امتصاص الكالسيوم. فما دلوقتي يزيد فيتامين دي 3 اللي هي الجرعات اللي هو بياخدها، هيزيد امتصاص الكالسيوم، فبالتالي الكالسيوم هيعلى خالص في الدم، ومن هنا تبدأ الكارثة اللي احنا هنتكلم عليها. في عندي الأول أعراض مبكرة ممكن تتعارض الأعراض دي مع أمراض تانية كتير والمريض ما ياخدش باله منها، زي مثلا فقدان شهية. يقول لك أي سبب، عنده أي سبب عمل له فقدان شهية، غثيان أو قيء، إرهاق أو تعب مثلا مستمر، صداع على طول ماسك راسه، ريو ناشف على طول اللي هو جفاف في الفم، عطشان على طول يعني. انما ما الكالسيوم بيعلى بقى نتيجه ارتفاع نسبه فيتامين دي في الجسم، هيبدا يخش الاعراض بقى اللي هي الاساسيه اللي احنا هنتكلم منها، لان الجسم في الحاله دي هيقول لك ستوب عندك، شوف الاعراض اللي عندي دي وابدا دور عليها. بيحصل الم شديد طبعا في البطن، بيحصل امساك مزمن، ولازم الامساك المزمن ده ندور دايما على نسبة فيتامين دي 3 ونسبة الكالسيوم برضو في الدم. عندنا عطشان على طول يعني، ويبول ميه كتير، يقول لك ده انا عندي السكر بقى ولا بالظبط يعني. بيحصل كمان اضطرابات في ضربات القلب، بيحصل احيانا برضو ارتفاع في ضغط الدم، بيحصل مشاكل في الكليتين، ممكن توصل كمان يا جماعة الفشل كلوي، ممكن نوصل في الاخر لتكلسات اللي هو ترسبات الكالسيوم يعني في الشرايين، واحيانا ممكن بتوصل للكليتين. يبقى دي اللي هي الاعراض المتقدمه. طب انا عايز اتفادى كل ده، هعمل ايه؟ اول حاجه لازم احلل مستوى فيتامين دي 3 اللي هو التحليل اللي احنا عارفينه كلنا اللي هو الدي او اتش 25. يبقى دي نمره 1. نمرة 2 هعمل تحليل الكالسيوم في الدم. نمرة 3 هعمل تحليل وظائف الكليتين لو في أعراض مرتبطة بيهم مثلا ولا حاجة حصلت عندي. الطبيعي إن نسبة الفيتامين دي 3 هتكون من 30 ل 50 نانو جرام، دي كويسة خالص النسبة طبيعية. إنما في ناس بيوصل عندها ال 100 أو أكتر ولا حاجة، لا أنت في الحالة دي مش حاجة كويسة، لا بالعكس أنت في خطر. طيب تنصحني بيه يا دكتور محمد؟ انصحك بالاتي: اول حاجه تخليك في الجرعه اللي الطبيب المعالج بتاعك كاتبها لك، هو ادرى بيها الجرعه اللي انت ما تزودش من نفسك. تاني حاجه لازم نعمل تحاليل نسبه فيتامين دي 3 قبل بدايه العلاج وبعد الفتره اللي محددها لي الدكتور المعالج، قال لي 2 شهور، قال لي 3، قال لي 4، الفترة اللي هو محددها لي اهتم جدا جدا واعمل التحليل بتاعه. اي مكمل غذائي يا جماعة اللي هو الفيتامينات، حتى لو كان طبيعي، حاجة طبيعية، لازم الواحد يتعامل معاه بعقل وميزان، لازم. يا ترى المعلومات اللي انا قلتها لك دي كنت عارفها قبل كده؟ لو كنت عارفها يبقى انت برافو عليك، لو ما كنتش عارفها قالها لك دلوقتي دكتور محمد اليماني، قناة طبيب الأسرة.